السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات اقتصادية مع سيرين. على بالي البنات راني شوية روطار، بصح هذه الحلوى تكون درتها في الدقيقة التالية. البنات كيما على بالكم مازلنا مع حلويات العيد. اليوم النهار التالي باذن الله جبت لكم صابلي بريستيج، حتكون حلوى محشية وتذوب في الفم مع الطريقة اللي تخلي الصابلي ما يتقلصش في الفرن ويحافظ على الشكل تاعو. هنا البنات الحاجه الاولى اللي درتها جبت باطه تاع مارغرين. انا كانت عندي تاع 500 غرام، درت منها 250 غرام. ومن بعد هنا البنات زدت معاها كاس تاع سكر، سكر كلاصي، وحبه بيض كامله، وزدت معاها مغرفه تاع لافاني، ودرت معاها وزدت معاها مغرفه تاع كاكاو مغربله كما تقدري تستغناي عليها. ومن بعد بديت نضرب فيها. ومن بعد هنا البنات زدت لها كما شفتوني، زدت لها كاس تاع كاوكاو ممرحي وخلطته مليح. ومن بعد زدت لها، بديت نزيد في الفرينه، وزدت مع داك الفرينه زدت معاها مغرفه صغيره تاع خماره. برك لاباط صابلي تاعكم راح في الفرن، راح الحجم تاعها راح يزيد وتحسيها فاضت. الهدف تاعي انا كي درت لها مغرفه صغيره تاع خماره تاع الحلوى، ماشي باه تخمر لي، لا برك باه الكاطو يجيني خفيف. طميت العجينه تاعي، لميتها، من بعد حليتها كما شفتوني. جبت هذا الطابع، حوست ما لقيتش الطابع اللي نخدم به الصابلي، لقيت غير هذا تاع المقروط، طبحت به. بعد هنا البنات كما شفتوني البنات حليتها على صاشي. من الاحسن تحلي على صاشي باه يساعدك، بتجيك الخدمه سهله، وما تقدر تنحي الحبه تاع الصابلي تاعك. وكما شفتوني انا ما حليتوش رقيق بزاف وما حليتوش خشين. وهذا هو الشكل تاع الصابلي تاعي. هنا البنات انا شعلت الفرن تاعي، الصابلي تاعي يطيب. هنا وقت ما راهو يطيب الصابلي تاعي، جيت نحضر كريمه الزبده كما راكم تشوفوا. درت كيلة تاع سكر كلاص مع كيلة تاع زبده ولا كيلة تاع مارغرين، وزدت معاها مغرفه تاع كاكاو مغربله كما تقدروا تستغنوا على الكاكاو. بعد كما شفتوني هنا بديت نطلع فيها بالباتور، وبعد درتها في لابوش حطيتها بجيه. بعد هنا البنات كما راكم تشوفوا، بعد ما طاب لي الصابلي تاعي انا حمر لي شويه. عزوا الصابلي تاعكم ما تخلوش يحمر باه ما ينشفلكمش في الفرن ويجيكم يابس. وهي صدقوني هنايا جاني يذوب في الفم، ولا غير لاباط هذه البنات جاتني تذوب في الفم. بعد هنا البنات كما شفتوني جبت هذه كريمه الزبده، بديت نشكل فيها في الصابلي تاعي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. وخليت الفراغ في الوسط كما شفتوني. عمرت هذاك الفراغ اللي في الوسط، غمرته بنسلي كراميل او طوفيا. الوصفه هذه البنات تاع نسلي كراميل ديجا راني خدمتها معاكم، تلقاو رابط الوصفه في اول تعليق. بهذه الطريقه كما شفتوني البنات غلقت الحبه مليح. وبعدين البنات جبت الكلاصه تاع شيكولا، درت شيكولا بيضاء ذوبتها على حمام مائي عادي. في حال ما اذا لقيتي الشيكولا تاعك تحسيها كي كذوبيه، تحسيها عجينه، واش راح ديري لها؟ بدا تزيد لها في زيت غير بالمغرفه، على بالك تقولوا الشيكولا البيضاء من نزيدوا لها زيت حتى تفسد. هذه ما كاش منها، انا ديجا خدمتها وخدمتها بشوكولا دادا. صدقوني يا البنات بديت نزيد لها في زيت غير بالمغرفه، ولات لي ليس بهذه الطريقه كما شفتوها. برك ننصحكم البنات الزيت تبداو تزيدوا غير بالمغرفه كما قلت لكم. ومن بعد البنات بعد ما كلاصيت كامل الصابلي تاعي كما شفتوني خليته نشف، ومن بعد كنا دهنته كامل بالحسيله في الاطراف، ورمته بلوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي. وهذه النتيجه قدامكم. التزيين البنات التزيين بسيط، اكيد التزيين كما قلت لكم البنات راح يكون اختياري. وهذه الحلوه تاعي راهي واجده معاكم. برك نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم وتجربوها، ونلقى التعليقات تاعكم. برك البنات هنا وصلنا لنهايه الفيديو. بقى لي غير نقول لكم اذا عجبتكم الوصفه تاعنا تاع اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وديروا اعجاب للفيديو. والسلام عليكم.